الشجره دي عامله كام؟ الشجره دي عامله 150 جنيه كده، والشجره دي ب 75 جنيه، الشجره دي عامله 275 جنيه. بص كده دي كده 275 99 250 250. بص الجمدان ده، بص الجمدان ده. دي جميله. بص دي لما تتحط هنا كده بنبيعها ب 275 جنيه، ده عرض حتى نفاذ الكميه. معانا المشمش ده ب 75 جنيه. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. بص انا عايزه وانا كمان. انت عايز برضو معانا؟ اهو عايز معانا. ده عمود عندي فاصل بين السفره شجره بقى. عايزه حاجه طويله. يلا اهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جاليري أبو السعود في الإسماعيلية. بصبح عليكم ومسي عليكم وقت ما تشوفوا الفيديو. الحاجات اللي انتوا شفتوها ديت في الأول بأسعارها دي الأسعار الثابتة عنده. هو في حاجات فيها عروض وفي حاجات ما فيهاش عروض، بس الشجر بأسعاره بالبوت بتاعه بالزلط بتاعه بالأسعار اللي انتوا سمعتوها في أول الفيديو كده. طبعا دي شجرة المشمش، في منها مقاسات وأحجام، في منها الصغير أبو 75 لحد وانتي طالعة. فدي فرصة بالنسبة لأي عروسة بتجهز وعايزة تعمل ديكور في بيتها، أو لأي ست بتجدد. طبعا داخلين على إن شاء الله على العيد، فلو حد حابب يجدد، حابب يجيب لمسة جمال كده في البيت، بتبقى راحة نفسية في البيت. هو كان هنا البنات كانوا لسه بيفرشوا، فقال لي لو عرفتي تصوري صوري، ما عرفتيش هيبقى في فرشه، لان هو ما شاء الله ما شاء الله الاقبال يعني اللهم بارك يا رب. عنده حاجات تحفه زي ما انتم شايفين كده. الحاجات دي طبعا اسعارها مختلفه، لكن هو قال اسعار في اول الفيديو كده، وكمان هتلاقوا انا بقول لكم الاسعار اللي هي اللي هفتكرها. الالوان دي رائعه، الازرق في الابيض، والابيض ده نازل ترندي كمان الايام دي، فحاجات رهيبه. ده انا بصور لكم من بره المحل، اللي جوه احلى واحلى واحلى. لكن الفرشه اللي كانت بره كانت شاده انتباهي، لان بوتات الزرع كلها واخده اسعار من 450 وانت طالعه. بنسمع ارقام، فهو عنده ما شاء الله الاسعار حلوه، يعني عنده 75 عنده 150 عنده 250. عنده حاجات عامل عليها عروض، يعني الاباجوره ديت كانت عامله 800 وحاجه، الشجره دي عامله 150، وفي منها عامل 195 طبعا باختلاف تدريجة اللون. فحاجات اللهم بارك رائعة. ده جاليري أبو السعود في الإسماعيلية خلف المحافظة القديمة. أنا صورت كده اللي هو بره، يعني ما شاء الله ما شاء الله، حتى الطبلوهات اللي نازلة جديد ما شاء الله عنده منها برضو بأسعار مختلفة. وزي ما قلت لكم كده هصور لكم تاني، وهصور لكم لما يكون عامل فرشة كبيرة، لأنه كان عامل فرشة كبيرة وخلصها اللهم بارك خلصت. فعامل قال لي لو حابه ان انت تصوري يبقى مره تانية يبقى فيها انا فارش، لان هو كده يعتبر بصوا كده تشاطيب الفرشه الاولانيه بتاعته، ويمكن دي الفرشه رقم 3 أو 4 كمان ما شاء الله يعني. فكده كانت الحته اللي بره كلها مفروشه. انا جبت لكم الجزء اللي اتبقى، لان للاسف انا رحت متاخر. فان شاء الله ان شاء الله يبقى فيه فيديو بالاسعار بالتفصيل. فلو عجبك الفيديو يبقى لايك وسبسكرايب لو اول مره تشوف القناه. حاجات تحفه بجد بتغير جو البيت طول ما الواحد قاعد فيه، اذا كان بوت زرع، اذا كان انتيكات من الصغيره ديت، بتخلي الواحد كده حاسس براحه نفسيه. كمان البوتات الصغننه دي جميله قوي قوي، رقيقه كده، لو هتحطيها على مكتب، لو هتحطيها على ترابيزه بيبقى شكلها حلو ورقيقه. طبعا عنده فرع الزرع اللي هو الطويل ده 2.5 متر ب 15 جنيه، فرائع رائع رائع. لو هتحطيه مثلا في ركن او هتعلقيه على حاجه، على الماسوره بتاعه الغاز، بيبقى هتحطيه زي ديكور كده في المطبخ، رائع. الفازات دي كلها كمان باسعار مختلفه وكلها ما شاء الله جميله. كان البوت بتاع الزرع بمقاسات، والمقاسات مختلفه. يعني هنا كان بيقول ان المشمش الصغيره البيضه كان بيقول ب75، طبعا حلوه قوي. ما انا ما شفتش الاسعار دي في حته تانية. 190 195 150 250 350، الاسعار مختلفه حسب حجم البوت بتاع الزرع. طبعا بيديها لك بصي كده، ده كده
ب275. حلوه قوي. يعني انت لسه بتفتحي الشجره كده وبتملى المكان، هي كده مضمومه لانها لسه مفتوحه، لكن انت بتفتحيها وبتفرعيها فبيبقى شكلها ما شاء الله، بتدي حياه كده للمكان اللي هي فيه، فبيبقى الشكل كمان ما شاء الله حلو. بفكركم تاني باللايك والسبسكرايب لو اول مره تشوفوا القناه، عشان اعمل لكم فيديوهات تانية كتير، يبقى يا ريت تشجيعه كده. ده كده بالبوت بتاعها قال ب200 جنيه. طبعا بوت وفي زلط تحت. في محلات بقى بتبيع الزلط لوحده والبوت لوحده، وعلى ما تجمعيها هتلاقي نفسك وصلتي ل 600 جنيه. هو هنا عامل لك كله ان انت تاخديها جاهزه، بس عامل زي نظام عروض. لو وصلتوا لحد هنا يبقى صلوا على النبي ولايك وسبسكرايب، واشوفكم على خير.